لو انت مستأجر او مالك في عقد ايجار قديم، النهارده هقول لك ازاي تحسب اجرتك بعد تطبيق القانون الجديد. بداية كده، القانون الجديد لسه متطبقش، هو اتوافق عليه نهائيا من مجلس الشعب، لكن التطبيق هيكون بعد تصديق رئيس الجمهورية والنشر في الجريدة الرسمية بيوم. طيب الإيجار الجديد أو الأجرة هتتغير إمتى؟ هتكون مع أول أجرة مستحقة بعد تطبيق القانون. طيب هتبقى إزاي؟ القانون نص على إن كل محافظ في نطاق محافظته هينشئ لجان اسمها لجان الحصر، هتكون مهمتها إنها تقسم المحافظة لثلاث مناطق: منطقة متميزة ومنطقة متوسطة ومنطقة اقتصادية. بالنسبة للمنطقة المتميزة فهتكون أجرة الشقة فيها هي الأجرة الحالية في 20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه. فمثلا إذا كان الإيجار 10 جنيه، هتضربه في 20 ضعف هيبقى 200 جنيه. هنا ما حصلش الحد الأدنى، الحد الأدنى 1000 جنيه، فالإيجار هيبقى 1000 جنيه. أما لو الإيجار مثلا 100 جنيه، فهيضربه في 20 ضعف هيبقى 2000 جنيه. هنا عدى الحد الأدنى. فإذا الأجرة الحالية في 20 ضعف أو 1000 جنيه، أيهما أكبر؟ طيب بالنسبة للمنطقة المتوسطة فهتكون الأجرة الحالية في 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه. أما بالنسبة للمنطقة الاقتصادية فهتكون الأجرة الحالية في 10 أضعاف وبحد أدنى 250 جنيه. طيب اللجان دي كل محافظ في نطاق محافظته هينشئها، المفروض انها تخلص مهمتها في خلال 3 شهور، وممكن يتمدوا 3 شهور كمان بقرار من رئيس الوزراء. طيب في خلال فترة الست شهور دي هنقول ان اللجان دي خلصت شغلها في 6 شهور. ازاي هنعرف اجرتي او هدفع اجرتي، الاجرة اللي هدفعها ازاي بعد تطبيق القانون، رغم ان انا لسه معرفتش انا في منطقة متميزة ولا منطقة متوسطة ولا منطقة اقتصادية؟ القانون هنا قال ان انت بعد تطبيق القانون مع اول اجرة مستحقة هتدفع 250 جنيه لحد لجان الحصر ما تخلص مهمتها وتعرف انت عليك كام عشان تدفع. طيب هنفترض هنا ان انت دفعت ال 250 جنيه ولجان الحصر خلصت شغلها بعد 6 شهور. طيب انت دفعت هنا 250 جنيه والمفروض ان الاجر عليك مثلا المستحق عليك 1000 جنيه، فانت هنا دفعت 250 جنيه وباقي عليك 750 جنيه في 6 شهور. الفروق دي حضرتك بعد ما لجان الحصر تخلص مهمتها وتتنشر النتائج في الجريدة الرسمية، انت هتكون مدان بيها للمالك، يعني تدفع له الفرق ما بين ال1000 جنيه وال250 جنيه في ال6 شهور اللي عدوا. دول هتدفعهم لو انت معاك فلوس، هتدفعهم تكة واحدة. لو ما معاكش فلوس هتدفعهم على اقساط تساوي عدد الشهور اللي انت دفعتها. يعني عليك 6 شهور في 750 جنيه، هتدفع 1000 جنيه زائد 750 جنيه فرق لمدة 6 شهور، وبكده انت تكون دفعت الأجرة المستحق عليك من يوم صدور القانون. وسلام.